ادخل في الفيديو النهارده. حابه اقول لكم ان الفيديو تعاون مع قناه يومياتي في الغربه مع ام عمر. ام عمر شخصيه جميله جدا ودمها خفيف وهتحبوها ان شاء الله. لسه ما شافش قناه ام عمر. ام عمر بتعمل اكلات حادق وحلو. عامله معانا الجمبري المقلي والفته، وبتعمل معجنات وديكور والعاب الاطفال واكلات مشويه وكيك وتورت، وبتعمل فيديوهات فضفضه وبتحكي عن مواقف حلوه حصلت في حياتها. عامله فيديو عن كوارث المطبخ في بدايه الزواج، وعن تجربتها مع الغربه وازاي اتعرفت على جيرانها وكده. هي شخصية جميلة جدا جدا، هتحبوها وهتستفيدوا منها، خاصة البنات اللي في الغربة. هي في السعودية، هتستفيدوا منها ما شاء الله عليها، وعندها كمان فيديوهات تنظيف وجولة في مطبخها. سلموا لي عليها يا بنات، واشتركوا في قناتها واعملوا لها لايك، وقولوا لها ان انتوا جايين من عندي. عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهاردة الفيديو اللي اتطلب مني كتير كتير كتير، ازاي اعاقب ابني. عايزين طرق للعقاب. في الحقيقة قبل ما نفكر ازاي نعاقب، المفروض نفكر ازاي يكون لعقابنا ده قيمة. ازاي اربي ابني، احبب ابني فيا، اخلي وجودي معاه ليه قيمة عنده، علشان خاطر لما اجي اعاقبه بان انا احرمه بوقت بيقضيه معايا، او بنشاط بعمله معاه، او بحب بقدمه له. يعني لو عاقبته ان انا مثلا مش هكلمك ربع ساعة، او ان انا مش هلعب معاك النهاردة او كده، العقاب ده صدقوني بيكون يعني اقوى بكتير جدا من ضرب، من اي عقاب في ممكن تعمليه مع ابنك. لو انت علاقتك مع ابنك كويسة، لو انت بتعرفي تقدمي له الحب، او ان انت بتقدري تعبري له عن حبك بلغة حبه، لو انت بتقدري تتواصلي مع ابنك كويس وفي بينكم علاقة كويسة انت بنياها صح، هيكون كلمة انا مخصماك ولو ما تكلمنيش 10 دقايق، او انا مش هلعب معاك النهاردة، ده اقوى عقاب ممكن تقدميه. كمان عايزين نتفق على حاجة، ان المكافأة دايما بتجيب نتيجة افضل من العقاب. يعني كافئي ابنك على الحاجة الحلوة اللي بيعملها. آه يعني ثبتي المكافأة وخليها مبدأ معاكي قبل ما تفكري في العقاب. وكمان احنا بننسى حاجة مهمة قوي، ان الحاجة الوحشة اللي الطفل ما عملهاش دي برضو شيء يستحق المكافأة. يعني لو هو في موقف ممكن يكذب فيه، او الكذب فيه هينجيه وهو ما كذبش وقال الصدق، ده موقف يستحق المكافأة برضو. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ازاي اعاقب ابني؟ انا مش هتكلم النهاردة عن اساليب العقاب، احنا هنتكلم عن مبادئ كده في البداية لازم نفهمها قبل ما نحدد اساليب العقاب. اول حاجة زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده في كذا فيديو، ان الاطفال نسيين، بينسوا بسرعة. يعني ابنك لو انتي عاقبتيه مثلا، هو هيفتكر العقاب وهينسى انتي عاقبتيه ليه. في حاجة اسمها ذاكرة انتقائية، فيها ان الطفل بينقي حاجات يفتكرها وينقي حاجات ينساها. ثانيا العقاب لازم يكون بعد تحذير، يعني تكوني انتي حذرتيه مرة واثنين وثلاثة من الشيء ده، وبعد كده هو عمله تاني، ساعتها بقى هو انتي ممكن تطبقي العقاب. كمان التحذير لازم يكون واضح وصريح، يعني انتي هتحذريه لو عمل كذا هيكون عقابه كذا، فهو يكون عارف القاعدة. يعني مثلا لو مرتبتش لعبك، انا هشيلها منك، هحطها فوق الدولاب لمدة يوم. كمان في فرق بين التحذير والتهديد. يعني ساعات كتير قوي مثلا واحدة ممكن تقول لابنها ايه، لو انت ما لمتش لعبك انا هذبحك هموتك. بلاش والنبي الحاجات الغريبة دي، علشان خاطر هو كده العيل هيحس ان هو عايش مع منى الغولة مش مع مامته. يعني بلاش التهديد المروع ده. كمان خلي طلباتك واقعية. يعني ايه؟ انتي كل واحدة فينا كده عارفة قدرات ابنها، وعارفة هو هيقدر يحقق ايه ومش هيقدر يحقق ايه. خلي طلباتك قبل للتنفيذ كده وواقعية ومتناسبة مع قدراته اللي انتي عارفاه. متطلبيش منه شيء مش ممكن يعني يعمله،
وبعد كده تقولي له يعني انا هعاقبك عشان انت ما عملتش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لا، خليكي واقعية في كلامك كده. ايه كمان في موضوع العقاب يا جماعة زي ما اتفقنا قبل كده ما يكونش قدام الناس. يعني لو انت حابة ان انت تعاقبي ابنك يكون بينك وبينه، مش قدام اخواته، مش قدام الضيوف، مش قدام اي حد في الدنيا، علشان خاطر كده هيأثر فيه نفسيا اكتر. والغرض اصلا من ان انت بتربي ابنك وبتعاقبيه ان انت تربيه وتوجهيه، يعني مش تفضحيه ومش تهينيه ومش تقهريه ومش تكسري نفسه. كمان ممنوع 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 ان حد يعلق على طريقة تربيتك لابنك قدامه، او هو يسمع مثلا مامتك او حماتك او جوزك او اي حد يمنع عقابك عنه. خلاص انتي اخدتي قرار العقاب اللي هو انتي اصلا برضو مفكرة فيه كذا مرة قبل كده. محدش يجي يقولك لا والله ما انتي معاقباه، لا والله ما هو مش عارفه ايه. كده غلط، كده ابنك هيستهين بيكي ومش هيسمع كلامك بعد كده. محدش يراجع عليكي في طريقة تربيتك. كمان فكري في العقاب اللي انتي هتعاقبيه لابنك مرة واتنين وتلاتة، وما تهدديش بحاجة مش هتعمليها. يعني مثلا ما تقعديش تهدديه تقولي له لو ما عملتش كذا انا هحرمك من المصروف، لو ما عملتش كذا انا هشيل اللعب منك. لو انتي مش هتنفذي تهديدك ده يبقى ما تهدديش من الاصل، لان كتر التهديد وعدم تنفيذ اللي انتي بتقوليه ده بيخليه يستهتر بيكي خالص ومش هيصدقك قبل كده بعد كده. كمان تثبيت العقاب، الغلط اللي تعاقب عليه مرة لازم يكون ثابت. يعني لو هو عمل حاجة غلط وتعاقب عليها مرة يبقى لازم هيتعاقب عليها تاني وتالت مرة. ده طبعا زي ما اتفقنا بعد فترة التوجيه والمناقشة والحوار وكل حاجة احنا عملناها قبل ما نعاقب اول مرة. ليه؟ لان انت لو عاقبتيه مرة ومرة لا، هو بينه وبين نفسه كده يقول ايه ماما الغريبة دي، يعني ايه المرة اللي فاتت عاقبتني والمرة دي سابتني. لا. إيه، لو مش ناوية تعاقبيه اصلا اعملي نفسك ما شفتيش. يعني لو انتي منش هتعاقبيه المرة دي على السلوك الغلط اللي هو عمله المرة اللي فاتت وتعاقب عليه، اعملي نفسك ما شفتيش وطنشي. كمان يعني كلمة كده بيني وبينكم، خليكي مرنة. يعني مش كل حاجة، مش الصغيرة والكبيرة يتعاقب عليها. لازم انتي تقيمي الحاجة اللي ابنك بيعملها، هل دي فعلا تستحق غلط يعني جسيم قوي يعني يستحق ان انتي تعاقبيه عليه، ولا حاجة تافهة ممكن تطنشي وتعملي نفسك ما شفتيهاش وبعد كده تبقي توجهي بعد كده بعدها بشوية مثلا تيجي تقولي له التصرف ده غلط ونتكلم مع بعض وتوجهيه انتي ان هو ما عادش يعمل الحاجة دي تاني. زي ما اتفقنا خليكي مرنة شوية وفوتي يعني. بس برضو بيني وبينك كده اعملي نفسك ما شفتيش، يعني مش يكون هو عارف وشايف ان انتي شايفة ان هو بيعمل حاجة غلط وتطنشي، لا اعملي نفسك ما شفتيش. دي طريقة كويسة جدا في التربية ان انتي تتجنبي الصدام. كمان لو انتي خلاص قررتي تعاقبي والموضوع والغلط اللي ابنك عمله ده غلط فعلا يستحق العقاب، فلازم العقاب يكون فوري. في وقت ما هو يعمل الغلط انت تعاقبيه في وقتها بالظبط. ما مثلا ما تأجليش العقاب او تراكمي الاخطاء كلها فوق بعضها. وخلاص انت هتوصلي مرحلة انك هتنفجري منه وفجأة يعمل حاجة بسيطة تبقى بقى القشة التي قسمت ظهر البعير، وفجأة تنفجري فيه وتعاقبيه عقاب جامد جدا نتيجة التراكم اللي جوه اللي انت حايشاه في قلبك يعني. واصلا الطفل ساعتها هيبصلك كده انتي بتعملي كده ليه، لان هو اصلا زي ما اتفقنا برضو نساي، هو نسى اللي هو عمله قبل كده. هو شايف الغلطة البسيطة اللي خلاتك تنفجري وتعاقبيه العقاب الجامد ده، فهو يعني هيشوفك كظلمة، يعني انت بتعملي كده على حاجة تافهة. ماشي. آه كمان ايه، العقاب لازم يكون مرتبط بالخطأ. يعني مثلا هو ملمش العابه، المثال اللي احنا اخدناه في الفيديو كله، يبقى عقابه ان انت تحرميه من العابه مثلا لمدة يوم. مش هو ملمش العابه فانت تحرميه من التلفزيون. لا، يعني ايه علاقة التلفزيون بالالعاب دلوقتي؟ او ايه علاقة يعني
حاجة بحاجة، لا هو الجزاء من جنس العمل. هو مثلا ما التزمش بالقواعد او الشروط اللي انت حطاها للخروجه بتاعت النهارده او الفسحه بتاعت، فالعقاب هيكون ان هو هيتحرم من الخروجه الجايه، او مش هتوديه مثلا العاب في الاجازه بتاعت نهايه الاسبوع مثلا. يعني زي ما اتفقنا العقاب ده يكون من جنس العمل، تكون حاجات مرتبطه ببعضها عشان هو يحس بالعقاب وعلشان هو يلتزم بعد كده مع القواعد. في الفيديو ده مش هنتكلم فيه عن أساليب العقاب أو طرق العقاب. النهاردة احنا اتكلمنا على أساسيات لازم نفكر فيها أو نكون في دماغنا قبل ما نطبق العقاب، اللي هو هتكون أساليبه ايه. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أساليب العقاب نفسها، وايه الأساليب المناسبة لكل مرحلة عمرية. وكمان في طرق عقاب هنتكلم فيها، هنتناقش فيها. هي موجودة في كتب التربية وفي مدارس التربية وفي برامج التربية. هل هي الطرق دي مع طبيعة الأطفال عندنا، مع الأطفال العرب بمعنى أصح؟ لأن أكتر الطرق يعني مدارس التربية وكتب التربية بتكون مترجمة من طبعا مجتمعات غربية. فاحنا هنتناقش إن شاء الله في الفيديو الجاي. وكمان هنتكلم في هل طريقة العقاب اللي بتنفع مع ابنك تنفع مع ابني؟ هل طريقة العقاب بتختلف مع شخصية الطفل، مع بيئة الطفل، مع سنه، مع حاجات كتير متغيرة هيتغير معاها العقاب ده. وكمان تقييمنا للعقاب، يعني بعد فترة من استخدامك العقاب المعين ده هترجعي تراجعي نفسك وسلوكيات ابنك، هل انت فعلا انت وابنك استفدتوا من العقاب ده؟ هل العقاب ده جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة؟ يعني تعملي تقييم ذاتي لطريقة تربيتك مع اولادك. كده فيديو النهاردة خلص، بس عايزة اطلب منكم طلب في نهاية الفيديو. يعني احنا اتكلمنا قبل كده او في بنات طلبوا مني ان انا انشر القناة بشكل اكتر عشان يجي عليها مشاهدة اكبر. ايه رأيكم او ايه اقتراحاتكم ان احنا ننشر القناة او تتعرف اكتر من كده؟ حابة اعرف اقتراحاتكم، وسيبولي تعليقاتكم في الكومنتات. واي حاجة عاوزيني اعمل عنها في فيديوهات بعد كده برضو اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفي القناة، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك، لو ما عجبكيش اعملي ديسلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.